السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله هيعجبكم كتير قوي وهتستفادوا منه كتير قوي باذن الله. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو عايزاكم تشجعوني كده بلايك جميل منكم عشان نكمل الدوره دي باذن الله على خير. وان شاء الله بوعدكم ان هيكون في اضاءه احسن من كده باذن الله، هطلع الفراخ بتاعتي في مكان افضل من ده ان شاء الله. فهتشوفوا هتشوفوا بعد كده ان شاء الله كويس جدا، لان الاضاءه هنا ضعيفه ويعتبر الفراخ اصلا عايشه على الاضاءه الهاديه دي خالص، او يعتبر اضاءه معدومه. والله مش حاطه اي حاجه للفراخ، مش حاطه اي لمبات للفراخ غير اللمبه بتاعت السقف اللي هي دي، واللمبه دي ضعيفه جدا جدا. مش حاطه لهم لمبه صفراء عشان الناس اللي بتسال في التحضير ازاي نحضر الفراخ دلوقتي ولازم ومهم ان احنا نحط لمبه صفراء للفراخ. لا، مش لازم خالص ومش مهم خالص ان احنا نحط لمبات صفراء عشان يبقى عارفين حاجه زي دي. فملهاش اي لزوم خالص اللمبه الصفراء يا جماعه الخير ان احنا نحطها للفراخ، لا بلدي ولا ابيض ولا مهجن ولا مشعر ولا فيومي ولا اي حاجه من الحاجات دي. اهو ده بلدي مشعر ما شاء الله اللهم بارك. شايفين حصلت الفرخ واكل وشبعان ما شاء الله، وعندهم قابليه للاكل حلوه جدا جدا. اتفاجئت بقى امبارح لما نزلت الفيديو بتاع الفراخ، كان اول يوم ليهم. لما بقول لكم على التمريك ان انتوا لو يعني تعرفوا تجيبوا الفراخ متمركه يبقى خير وبركه. لقيت كل الناس بتسال ايه هو التمريك او ايه هي الحقن عشان احنا ما نعرفهاش. يا جماعه الخير انا والله اتفاجئت، يعني كل الناس تقريبا كده مفيش كومنت واحد جالي ان هو يعرف يعني ايه حقن للفراخ او تطعيم للفراخ. مبدئيا كده التطعيم او الحقن ده بيكون حقن تمريك ضد الفيروسات للفراخ، ممكن اي بي ونيوكاسل، وممكن كمان حقن معاهم للبيض، حقن معاهم للبيض للفراخ اللي حط بيض بعد كده يعني. لكن ممكن في اغلب الاحوال بنحقن اي بي وبنحقن نيوكاسل. تمام. الفراخ دي بتاخد حقن من وهي صغيره او تقطير في العين او رش في المكان، بس الافضل ليهم او الاسرع بيكون حقن. تمام. الحقن ده عشان الفيروسات وعشان الفرخ بتاعنا يبقى عنده مناعه قويه ضد الفيروسات، مش يجي مثلا نربي ويجي اول ما يحصل فيروس في الجو تلاقوا الفراخ بتتقلب لا قدر الله بتموت، او الفراخ اول ما تيجي تضع البيض تيجي عند وضع البيض تموت برضو. او احنا عارفين كلنا ان البيوت بتاعت الارياف او بالرب طول فالبيوت كلها لازقه في بعضيها، سلفتي عندها او جارتي عندها فيروس فتبص تلاقي الفراخ بتاعتي اتعدت بسرعه وماتت. لكن الفرخ لما بيكون واخد الامصال بتاعه الفيروس ده بتعدي عليه التعب او بتعدي عليه الدوره او الشوطه زي ما بتسموها عندكم، مرور الكرام كده، ما بتاثرش فيه عشان مناعته قويه جدا لانه خد المصل ده مره واثنين وثلاثه. فهو ده تطعيم ضد الفيروسات اللي بتكون في الجو. وده طبعا في بعض المعامل بتطعم او بتمرك الكتكوت ده لما بيكون طالع كميات، لان الحقن ده بيتكلف من نص جنيه ل 75 قرش لكل فرخ. تمام. ففي ناس بتحقن وفي ناس بتطلب ما تاخدش حقن، واغلب الموزعين ما بيحقنوش، يقول لك احنا هنوزع وخلاص مش هنربي. لكن لو حد واخد مثلا 1000 2000 3 فبقول لك احقن الكتكوت قبل ما نستلمه منك. فانا كده كده اصلا بحقن اي كتاكيت بتطلع من عندي وبينضاف ثمن الكتكوت على السعر، ثمن الحقن على سعر الكتكوت. تمام. ده الحقن عشان انتوا سالتوني عنه كتير قوي. طيب الناس بقى اللي ما عندهاش حقن وجابت الكتكوت وخلاص وما حقنتش، ده في مشكله؟ باذن الله مش هيكون في مشكله، لاننا هندي تطعيمات باذن الله برضو ترفع تطعيمات للكتكوت طول فتره التربيه، هتكون باذن الله تسد مكان التطعيمات اللي ما خدهاش وهو خارج عمر اليوم، لان التطعيمات دي بتتاخد وهو لسه خارج من البيضه قبل ما يخرج من معمل التفريع. طيب ان شاء الله باذن الله في حاجات تسد مكانها، في حاجات هتسد مكانها، وده اللي هتشوفوه معايا في الدوره او خلال الدوره باذن الله، وهقول لكم ازاي تطعموا باسهل وابسط ويعني ان هو مش هيكلفك كتير، لان احنا بنجيب الحقن ده بيبدا معانا او الازازه معانا بتبدا من 1000 جنيه لحد 1600 جنيه الازازه الواحده، والازازه بتكفي 1000 ونص من الكتاكيت، يعني 1000 ونص كتكوت بيتحقنوا بيهم. طيب انا مش هسبق لكم الاحداث وهنخلي كل حاجه تيجي في وقتها. مبدئيا كده اول حاجه هنستخدمها، امبارح حطينا ميه بعسل للفراخ بتاعتنا، النهارده اول حاجه هنستخدمها للفراخ
وهو مضاد حيوي معوي ومضاد حيوي تنفسي. هو ممكن الاتنين مع بعض في كيسه واحده، عادي جدا ممكن الاتنين مع بعض في كيس واحد. دي اكياس انا بعملها تحصينات على ايدي عشان الناس اللي بتاخد كتاكيت فبديها تحصينتها معاها. فالكيس ده فيه ايه بقى؟ هقول لكم. اول حاجه كده الكيس ده فيه 3 حاجات. اول حاجه وهي اريثروميسين. اريثروميسين ده دواء تنفسي، بتحطيه في الميه بيقلب لون احمر، وفي منه ابيض ما بيقلبش لون احمر. تمام، فده تنفسي اريثروميسين. واحيانا بحط تايلوزين، لكن ما كانش موجود تايلوزين فاستخدمت الاريثرو، والاريثرو حلو جدا مش وحش. اريثروميسين حطيت مكون في الكيسه دي، وحطيت كمان كوليستين باودر. كوليستين باودر، كلنا عارفين ان الكوليستين مضاد حيوي معوي قوي جدا، ومن افضل المضادات الحيويه المعويه اللي ممكن نستخدمها في فتره التحضير. فانا حطيت هنا اريثروميسين وحاطه كوليستين، وحاطه حاجه ثالثه كمان وهي هاء سيلينيوم رافع مناعه باودر. حاطه هاء سيلينيوم او رافع مناعه باودر. هستخدم ال3 دول يعني حطيتهم على بعض عشان انا اصلا بطلع الكيس ده مع الكتاكيت اللي بتتاخد من عندي. فانا جبت كيس هنحضن عليه زينا زي الناس بالظبط. هناخد من الادويه بتاعتي دي ربع معلقه على لتر الميه لمده 3 ايام. يبقى انا حاطه مضاد حيوي معوي ومضاد حيوي تنفسي وحاطه رافع مناعه. ال3 دول مع بعض ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لكم كده هنستخدمها لمده 3 ايام، وكل مره هاخد ربع معلقه على لتر الميه. يشربوا اللتر في اليوم، يشربوه في يومين، هو لتر ميه هيتحط عليه ربع معلقه، وهيتدرب ويتقلب كويس جدا جدا، وهيتحط للكتاكيت بتاعتي لمده 3 ايام. عشان الناس اللي بتسأل والناس اللي عايزه تمشي معايا خطوه بخطوه. يا ريت بقى تشجعونا ان احنا نكمل الدوره دي على خير باذن الله، وباذن الله هتشوفوا ان شاء الله الفراخ في مكان تاني هيكون افضل من ده عشان تكون ظاهره لكم باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.